تعرف ان مفيش فرق بينك وبين اللي بيلعب قمار؟ تقول لي ازاي يعني يا عبد الله؟ خد الورده دي وخليني اشرح لك. الشخص اللي بيلعب قمار بيروح الكازينو او بيروح يدفع فلوس ان هو يراهن على حاجه ايا يكن بقى ايه الحاجه دي، بعيدا عن ان الشيء دوت حرام. هو بيتعرض بشكل كيميائي لنوع من انواع الفضول والاثاره والرغبه ان هو يعرف ازاي. هو شخص بيروح يحط فلوسه في حاجه هو ما يعرفش الحاجه ديت هتكسب ولا هتخسر ولا ايه اللي هيحصل، وبيرمي فلوسه مش عارف فلوسه ديت هياخدها تاني ولا هتروح عليه ولا هتتضاعف اضعاف ما بتخلصش. حلو، احنا بنتعرض لنفس التاثير الكيميائي جوه مخنا لما بيجي لنا نوتيفيكيشن. هتقول لي ازاي يعني يا عبد الله انت مكبر الموضوع؟ هقول لك لا انا مش مكبر الموضوع وهفهمك دلوقتي. لما بيجي لك نوتيفيكيشن وانت قافل موبايلك انت مش عارف هل دي مسج من واحد صاحبك ولا دوت اعلان ملوش لازمه ولا دوت مثلا ايميل من الشركه ان هم قابلوك في الشغل ولا دوت ريلز مثلا حد بعتهولك ولا فولو ولا كومنت ولا. فالموضوع دوت بيثير عندك الفضول، بيثير عندك الرغبه ان انا عايز اعرف ايه اللي اتبعت لي ده، ايه اللي جالي ده. فبيديك شوت دوبامين عالي قوي بيخليك بتروح حرفيا بشكل قهري تروح تشوف المسج دي. وهتقول لي ايه علاقه الدوبامين؟ هقول لك هو الدوبامين اصلا هو هرمون الترقب او هرمون الرغبه. يعني هو مش مربوط بشكل رسمي بالسعاده، لا هو في حاجات تانية زي السيروتونين مثلا والاندروفينز، بس انا مش عايز اخش في التفاصيل ديت عشان ده مش في صلب الموضوع ده عشان ما لخبطكش. فبيديك شوت دوبامين عالي بيخليك غصب عنك تروح تشوف ايه المسج دي. حلو. فلما الموضوع ده بيتكرر مرة واتنين وتلاتة واربعة وخمسة انت بتحس ان طاقتك الذهنية استنزفت. بص اصل انت دماغك ده جواه طاقة زي عضلاتك بالظبط. لو انا فضلت طول اليوم مثلا ماسك دي تمام وطول اليوم عمال بعمل كده، طول اليوم عمال بعمل كده، طول اليوم عمال بعمل كده، طول اليوم كل 3 4 دقايق كده عمال اعمل كده مرة اتنين في تلاتة، فعندي عضلة الباي دي تمام. هاجي في اخر اليوم او هاجي في نص اليوم كمان في اول تلت اليوم انا مش هبقى قادر ان انا اكمل استخدمها، مش هبقى قادر اعمل الحركه ديت بنفس الكفاءه في اول يوم لان انا عمال اعملها كتير، عمال استنزف في طاقه. في نفس الموضوع من دماغك بالظبط، انت عمال بتستنزف في طاقتك وعمال بتستنزف في طاقتك الذهنيه لمجرد ان انت عمال بتستجيب لنوتيفيكيشنز ملهاش لازمه. بل وخلينا كمان نتخيل سيناريو ان واحد صاحبك بعت لك ريل بيضحك فانت دخلت شفته. حلو. بعد ما شفت الريل ضحكك والدنيا لذيذه وبعت له ايموجي ضحك وايه لقيت نفسك بتعمل سوايب 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 ودخلت في لوب ما بتخلصش لمده اتليست ساعه. انت مستوعب؟ ساعه. ده مره واحده، ده نوتيفيكيشن واحده من صاحب واحد. حرفيا مع الوقت ومع تكرار الموضوع ده بتتحول لشخص عديم التركيز، شخص مش عارف يركز في حاجه لمده 5 دقايق واي حاجه بتاثر عليه واي نوتيفيكيشن بتشتته. تبقى شخص مش قادر انك مثلا تمسك كتاب تمام وتقراه. حلو. ومثلا لو انا وريتك دوت دلوقتي انت عندك فضول، هو ايه الكتاب ده؟ إيه مش عارف ايه، والفضول فعلا بيتحرك جواك واعتقد ان انت دلوقتي هتموت وتعرف إيه الكتاب ده، في الاخر تكتشف انه اصلا مش كتاب، ده البوم صور، البوم صور لميسي. فاهم قصدي؟ وهكذا. لو مثلا مسكت ال الظرف ده او ايا يكن بتسموه ايه تمام، ودلوقتي قلت لك دوت في حاجه حلو، انت دلوقتي هتموت وتعرف ايه اللي جوه تمام، هتبقى انت زي كده عايز تفتح وتشوف ايه اللي جوه الشيء ده. طبعا انا مش هقول لك عشان ايه، عايز اثير فضولك. المهم، هيجي شخص دلوقتي يسالني ويقول لي ايه المشكله يا عبد الله؟ ايه المشكله في ان انا اشوف النوتيفيكيشن 3 ثواني بالظبط وبعد كده اقفل الموبايل واكمل قعدتي مع اصحابي او مع اهلي او ايا يكن؟ المشكله ان في بروفيسوره اسمها صوفي ليوري تقريبا اكتشفت مشكله وسمتها كان اسمها attention residual تقريبا، يا رب اكون نطقتها صح تمام. ده بيأثر عليه، ده او ايه اصلا الظاهره ديت او الشيء اللي هي اكتشفته دوت او اللي قالت لنا عليه، ده حاجه بنسميها بقايا الانتباه. بمعنى لما بيجي لك نوتيفيكيشن وانت مثلا قاعد بتذاكر وتفتح الموبايل تعمل تشيك على النوتيفيكيشن ديت تمام، انت دلوقتي وتسيب الموبايل خلاص بعد 3 ثواني فعلا زي ما احنا اتفقنا وبترجع تذاكر، انت مخك مش بيكون بالكامل في حالة تركيز بتذاكر، لا في لسه جزء من مخك، في لسه شوية خلايا مركزة مع النوتيفيكيشن دي. طب امتى يا عبد الله هرجع اركز؟ بيقول لك الموضوع بيستغرق عشان ترجع تركز من 15 ل 23 دقيقة. بمعنى
الموضوع فعلا طلع خطير، الموضوع فعلا طلع ان كل نوتيفيكيشن هتخليني تلت ساعة عشان اقدر استرجع تركيزي. يا نهار ابيض. فبنكتشف ان احنا، او ان انت مثلا ساعات ممكن يجيلك افكار ان انت غبي، ساعات ممكن يجيلك افكار ان انت في ناس كتير احسن منك، بس كل الموضوع ان انت تستخدم 30% او 40% من عقلك. انت ما شاء الله ذكي، انت ما شاء الله قوي، انت ما شاء الله عندك امكانيات حلوه قوي 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 قوي، بس مشكلتك انك بتستخدم اقل من نص الامكانيات ديت. يعني يا الله الموضوع مرعب يا جدعان، موضوع بجد محتاج ان احنا نركز فيه. الموضوع بجد محتاج ان احنا نديله وقت ونديله اهميه. باله كمان كان في ظاهره اسمها، كان اسمها ايه، اورينتنج تقريبا ريسبونس، حاجه زي كده يعني، يا رب تكون برضو نطقتها صح. كانت بتتكلم يعني على انه مخك بكل الاشارات اللي هو بيستقبلها ديت عمال بيستهلك جلوكوز، والجلوكوز دوت هو مصدر الطاقه الاول في جسمنا. حلو. فبتيجي على الظهر كده بعد كميه الاستهلاكات ديت بتحس ان انت على 2 الظهر، واحنا لسه في اول يوم، بتحس ان انت مصدع شويه، بتحس ان انت مستهلك شويه، بتحس ان طاقتك خلصانه شويه عشان انت عمال تخلصها، مع انك ممكن تكون ما قمتش من على الكنبه ده. انت مستوعب؟ ممكن تكون ما قمتش من على الكنبه ديت اصلا. وده السبب اللي خلانا في داي 2 في ال 7 داي تشالنج نختار ان احنا مش هنزود اي هابت الا الهابت بتاعت ان احنا نقفل النوتيفيكيشنز اللي مش مهمه. ف بكل بساطه انا عايزك تاخد بالك انه انتباهك اهم حاجه واهم عمله هم وقتك. وكل الشركات اللي في الدنيا بتدفع مليارات حرفيا عشان تنتش انتباهك ده وتسرقه، وهم حرفيا دي العملة اللي كل الشركات في الدنيا بتحاول تلعب عليها. ف سؤالي ليك دلوقتي، هل انت هتكمل لعب قمار ولا هتوقف وتتحكم في حياتك؟ وبس كده، ده كان كل حاجة الفيديو النهاردة. لو استفدت ولو بحاجة بسيطة ما تنسانيش بدعوة حلوة زيك يا عسل انت، والسلام عليكم.